هلا حبايبي، اليوم راح أحكي لكم عن الغدد اللمفاوية الموجودة في منطقة الإبط، وإذا صارت بيها كتل أو تورم شنو معنى هذا الشي وشنو العلاج، فخليكم وياي. الغدد اللمفاوية بالإبط ممكن تتورم عندما يصاب الشخص بعدوى فيروسية أو بكتيرية، سواء كنت مصاب بإنفلونزا أو عدوى بالصدر أو التهاب بالحلق. ممكن تلاحظ ظهور كتلة في الإبط، وقد يكون حجمها كبير، وقد تكون مؤلمة لبعض الأشخاص. فمن تصير عدوى تتورم الغدد اللمفاوية، وممكن يستمر هذا التورم لبضعة أسابيع، بعدين يصغر الورم ويختفي. وأغلب الناس يخافون إذا لاحظوا ورم بهاي المنطقة بالغدد اللمفاوية، لأن السبب الأكثر شيوعًا هو إنه قد يكون سرطان. لذلك ننصح إذا استمر وجود الكتلة أكثر من 6 أسابيع تراجعون الطبيب لإجراء الفحوصات. وبما إنه حكينا عن السرطان، الكتلة السرطانية بهاي المنطقة تكون كبيرة وصعب لمسها وما تتحرك، لأنها متصلة بالأنسجة اللي داخل الإبط، بالإضافة إلى فقدان الوزن والتعرق الليلي. وممكن تكون هاي الكتلة اللي تحت الإبط هي ورم شحمي اللي نحنا نسميه لايبوما أو كيس. إذا لاحظت وجود كتلة تحت الإبط يفضل تراجعون طبيب حتى تعرفون نوعها. وأيضا تضخم الغدد اللمفاوية قد يكون سرطان، مثلا إذا كانت المريضة مصابة بسرطان الثدي هالشي ممكن ينتشر ويوصل للغدد اللمفاوية اللي تحت الإبط. فالمرأة اللي تلاحظ تورم أو تصلب بالغدد اللمفاوية تحت الإبط لازم تسوي فحوصات إلها، وأيضًا تسوي فحوصات للثدي. وحتى الرجل لأنهم معرض للإصابة بسرطان الثدي، بس بنسبة أقل من المرأة. أو قد تكون هاي الكتلة هي تجمع خراج ولازم يتفرغ، أو قد يكون بسبب التهاب بويصلة الشعر تحت الإبط. فلطفًا أي تورم أو كتلة تحت الإبط لازم تراجعون طبيب.